السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت صينيه سمك جميله تحفه. لا هتشوي ولا هتقلي ولا اي حاجه، هنعملها بطريقه النهارده تحفه زي المطاعم بالظبط. جميله يا جماعه، طعمها رائع وهتعتمديها على طول من جمالها وحلاوتها. شوفوا جمالها وحلاوتها عامله ازاي. بذمتكم ما هي جميله ما شاء الله، تحفه. معايا بقى سمك بلطي بالشكل ده، غسلته الاول ونضفته وشلت الخياشيم بتاعته كده وبالمنظر ده، وخليته زي الفل كده بالشكل ده. بعد كده بقى جبت معايا فلفل بقى، اي نوع فلفل عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر، اللي عندك كل المتاح عندك. قطعته بقى بالشكل ده. الكمية اللي انت عايزاها بقى حسب الكمية السمك اللي عندك. قطعت كل الفلفل بقى كده بنفس الطريقة اللي انت شايفينها دي. ومعايا بصل برضو حوالي عن 3 بصلات كده او 4 براحتك انتي، عايزة تكتري كتري براحتك انتي الكمية اللي انت عايزاها. قطعته برضو نفس التقطيع كده. قطعت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يبقى احنا قطعنا الفلفل وقطعنا بصل وبالشكل ده. دي اللي احنا هنفرشها في الصينية يا جماعة تحت السمك. بعد كده بقى جبت معايا بقى حزمة من الكزبرة او الكرفس، انا حطيت بقى كزبرة على كرفس الاتنين. قطعتهم برضو بالشكل ده. بيخلي ريحة الصينية جميلة وريحتها يعني طالعة كده في البيت، قلب البيت كله. هجيب بقى السمك بتاعي وهبدأ بقى اعمل له فتحات بالشكل ده. في كل سمكة كده هعمل له فتحات كده عشان تشرب معانا التتبيلة. هنعملها من كل ناحية بالشكل ده. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. جبت بقى معايا البولة او طبق، هنحط بقى التتبيلة بتاعتنا. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة ملح كبيرة، معلقة كمون، بابريكا برضو معلقة، كزبرة معلقة صغيرة كبيرة برضو، كل ده معلقة كبيرة يا جماعة. والكزبرة والكمون معلقة كبيرة، وبهارات سمك برضو معلقة كبيرة، وحوالي عن ليمونتين عصرتهم كده. ليمونتين 2 كده عصرتهم. وهنزل برضو بالزيت حوالي عن 3 معالق. والخل برضو حوالي عن 3 معالق كده نزلت بيهم. ومعلقة كبيرة من الصلصة. وهريسة شطة يا جماعة معلقتين 2، فرمت يعني فلفل أحمر كده. ونزلت بمعلقتين 2 كبار. قلبت كل التوابل الجميلة دي مع بعضها كده، والخلطة الجميلة دي اللي هنتبل بها السمك بتاعنا. دي اللي هتخلي الصينية بتاعتنا جميلة زي المطاعم بالظبط وطعمها خطير. ده السر بتاعنا يا جماعة، بتاع التتبيلة بتاعت السمك ما شاء الله تحفة. جبت كل سمكية كده وبدأت اللي انا احشيها من جوه كده التتبيلة كده. وفي الفتحات اللي انا عاملاها كده دخلتها كده عشان تشرب التتبيلة الجميلة دي. غطيت بها السمكة كلها برضو كده بالطريقة دي، وعملت ودخلت في الفتحات. جبت بقى الصينية بتاعتي، اي نوع صينية عندك بقى، حطيت فيها البصل والفلفل وشوية من الكزبرة على الكرفس بالشكل ده. قلبتهم كده مع بعض. جبت بقى معلقة كبيرة من الخلطة اللي احنا عملناها للتتبيلة، يعني حطيت معلقة كده رشرشتها على الخضرة الجميلة دي عشان تبقى شاربة من التوابل الجميلة دي. قلبتها كده مع بعضها. وبدأت بقى ارص السمك بتاعي بالشكل ده. رصيته بقى على الناحية اللي هي كانت متبلة اللي احنا تبلناها، علشان احط بقى التتبيلة على الجهة التانية بقى، على الشكل التاني كده بالشكل ده.
بدأت اتبل بقى الفراغات دي كلها كده والسمكة كلها من فوق. وبقية التتبيلة بقى هنزل بقى كده بقى على الصينية كلها. جبت بقى ورق فويل، بدأت اللي أنا اقفله حلو كده، اقفل الصينية واحبكه حلو كده واغطيها. وبكون بقى على اعلى درجة في الفرن. بدخل الصينية بتاعتي بتقعد حوالي عن نص ساعة كده من تحت. وبعد كده بقى بشيل الورق الفويل احطها بقى تحت الشواية شوية لحد ما تاخد لون جميل كده، وتطلع معايا تحفة يا جماعة بالشكل الجميل ده. تحفة، طعمها رائع وريحتها قلب البيت كله. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي، وصوروا لي وابعتوا لي كده في التعليقات. ما شاء الله تحفة. لايك وشير لو عجبكم